مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. وفاة راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا قيرلس الأول. الرئيس أفورقي يبعث برسالة إلى الرئيس الكيني. تدشين مبنى الولادة ورعاية الأطفال في مستشفى كرن. قصف تركي مكثف لمواقع بالشمال السوري، وقوات سوريا الديمقراطية تطالب بالتدخل. أمريكا وحلفاؤها يفرضون عقوبات على مسؤولين وكيانات في كوريا الشمالية. بايدن وماكرون يتحدثان عن حرب أوكرانيا والصين ونووي إيران. السلام عليكم ورحمة الله. توفي بعد ظهر اليوم 2 ديسمبر راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا قيرلس الأول البطريرك الخامس للكنيسة عن عمر بلغ 96 عاما في منزله جراء مرض ألم به وتلقيه العلاج في الداخل. وتعرب الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية عن بالغ حزنها لوفاة نيافة الأنبا قيرلس الأول البطريرك الخامس للكنيسة، وستقدم المعلومات في الأيام القادمة بشأن مراسم التشييع. انتخب نيافة الأنبا قيرلس الأول البطريرك الخامس للكنيسة الأرثوذكسية الإريترية في 13 من مايو من عام 2021. سلم وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح اليوم 2 ديسمبر رسالة من الرئيس أفورقي إلى الرئيس الكيني ويليام روتو تضمنت الرسالة العلاقات الثنائية والشراكة الإقليمية. وهنأ الرئيس أفورقي الرئيس الكيني ويليام روتو باسمه وباسم شعب وحكومة إريتريا لانتخابه رئيسا لكينيا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر أغسطس الماضي، متمنيا السلام والازدهار لشعب وحكومة كينيا. وأكد الرئيس الكيني في اللقاء استعداده للعمل المشترك مع الرئيس أفورقي للارتقاء بالعلاقات الإريترية الكينية الأخوية المبنية على أساس متين. وذكر الرئيس ويليام روتو الدور الإيجابي لإريتريا في القضايا الدولية وخاصة في قضايا القرن الإفريقي، وقال يجب على الدول العمل المشترك في هذه المنطقة الحساسة لإحلال السلام والاستقرار واستغلال الفرص للانتقال إلى أعلى مستويات الاقتصاد والسياسة. وأوضح الرئيس الكيني ويليام روتو وجود برنامج ورغبة لزيارة إريتريا قريبا لتطوير العلاقات الإريترية الكينية. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية. دشن يوم الأول من ديسمبر مبنى الولادة ورعاية الأطفال في مستشفى كرن المشيد بحوالي 90 مليون نقفة. يضم المبنى الجديد 33 قسما لخدمات الولادة ورعاية الأطفال الخدج والعمليات ومتابعة الحوامل اللائي يواجهن مصاعب صحية ورقاد الأطفال والفحوصات مع كامل معداته الطبية، إلى جانب 19 دورة مياه ومخزنين كبيرين أسفل المبنى. وقد جهز المبنى الذي بدأ الخدمات بالمعدات المتكاملة وجهاز إنتاج الأكسجين وتعقيم الأدوات الطبية والغسيل وخدمات الطاقة الشمسية ومحرك لتوليد الكهرباء وتوزيع الأكسجين عبر الأنابيب إلى غرف المرضى. وقال المدير الطبي لمستشفى كرن الدكتور يافيت هيلا ميكائيل في مراسم التدشين إن قدم أقسام وغرف مستشفى كرن كان يخلق معوقات في العمل، وإن المبنى الجديد ومعداته يضمن حلا جذريا. أوضحت وزيرة الصحة أمينة نور حسين إن الهدف إنهاء مصاعب الولادة والحد من وفيات الأمهات والأطفال. وشكرت شركة بادمه للإنشاءات التي شيدت المبنى ومساهمة الشركاء. وذكر مسؤول وزارة الصحة في إقليم عسب الدكتور هينوك صهيي إن المبنى الجديد يخلق الارتياح لدى المواطنين ويخفف ضغوط مستشفى كرن. حضر مراسم التدشين المسؤولون في الحكومة والجبهة ورجال الدين وأعضاء وزارة الصحة والأعيان والضيوف المدعوين.
نظم مكتب المراجع العام دورة تدريبية بالتعاون مع وكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة ل 120 من أعضائه حول الوعي الجنسي. وقال مسؤول تنمية القدرات البشرية في مكتب المراجع العام السيد قبر سلاسة محاري في الدورة التدريبية التي نظمت يومي الأول والثاني من ديسمبر إن الوعي الجنسي مترسخ يعمل به منذ فترة طويلة، وإن التدريب يدعم ذلك ويساعد على تطور المكتب وسير الأعضاء معا بقدر المساواة. وذكر أن العمل جاري منذ 5 سنوات لإقامة روضة أطفال للحيلولة دون إعاقة المرأة عن العمل جراء الحمل والولادة، وتجري الاستعدادات لافتتاحها هذا الشهر بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة. وأوضح إقامة لجنة الشهر الماضي مكونة من الجنسين تنشط في التوعية الجنسية، مؤكدا تعاون المكتب والأعضاء معها لتسيير أنشطتها. وأشار ممثل وكالة التنمية الأممية السيد جيمس واكاياغا إلى أهمية التدريب المقدم، موضحا بأن الخطوة المتخذة من مكتب المراجع العام ستكون مثالا يحتذى به للمؤسسات والوزارات. قيم مكتب التعليم في مديرية عرزة أنشطة التعليم الكبار للعام الدراسي 2021-2022 وبحث برامج هذه السنة التعليمية. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ سفهيوة والدقرقيس في التقرير الذي قدمه تقديم التعليم ل 516 امرأة نجحت منهن 394 وقاطعت 122 الدراسة بسبب الحمل والولادة. وحول برنامج تعليم الكبار في السنوات العشرين الماضية أوضح تسجيل 40,947 امرأة في برنامج تعليم الكبار أنهت 78% منهن الدراسة وقاطعت البقية لمختلف الأسباب. ودعا للحفاظ على المميزات وإزالة القصور في العام الدراسي الحالي وتشجيع المدارس المميزة. وناشد مدير مديرية عرزة السيد رسوم كفل مريم جميع الشركاء وخاصة مدراء المدارس وإدارات الضواحي للعمل بقوة لإنجاح البرنامج. قام السكان وعمال المؤسسات الحكومية والطلاب بنفير حصاد لمزارع أسر الشهداء والمرابطين والمحتاجين في 15 ضاحية في مديرية مندفرة. أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد مأكلتس فميكائيل حصاد مزارع 2364 أسرة في 67 قرية بمشاركة 18,000 شخص. وأعرب المشاركون في النفير عن الارتياح للمشاركة في النفير لمساعدة المحتاجين. وشكرت الأسر التي حصدت مزارعها هذا الدعم المقدم. وأوضح مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبة إن العون المقدم يعكس ثقافة التعاون لدى الشعب الإريتري. عقدت شرطة مديرية دكة محرية سمينارات توعية لأسبوع الطلاب 4 مدارس ثانوية ومدرسة فنية ولأصحاب وعمال المرافق الخدمية. وأوضح مسؤول مكافحة الجريمة السيد بأمنة كبرون في السمينارات التي حضرها حوالي 9,000 طالب أهداف الشركة ومهامها وأخلاق الطالبة وأهميته وتأثير الأفعال السيئة وأضرار المكيفات وانتهاك قوانين المرور ومخاطرها. ونصح الطلاب للاهتمام بالتعليم والابتعاد عن مسببات الجريمة ليكونوا مواطنين صالحين ومنتجين. وطالب المشاركون لتركيب وإصلاح شارات المرور للحد من الحوادث المرورية وإقامة موانع في السدود والآبار. وتضمن سمينار المرافق الخدمية ضمان السلام والأمن وكشف الجريمة والجنح. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت وزارة الدفاع التركية إن معركتها ضد الإرهابيين شمالي سوريا ستستمر بشكل فعال وحاسم، في حين أعلنت ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية وقف كل عمليات التنسيق المشتركة مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه عندما يحين الزمان والمكان ستقوم القوات المسلحة التركية بما يقع على عاتقها كما فعلت حتى اليوم. وافادت مصادر محلية بأن الجيش التركي قصف مواقع لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية في محيط مدينة منبج بريف حلب شمالي سوريا ومواقع أخرى في ريفي الحسكة والرقة.
وقالت وسائل إعلام كردية إن الطائرات المسيرة التركية قصفت عدة قرى في محيط عين عيسى بريف الحسكة. كما ذكرت وسائل إعلام موالية لقوات سوريا الديمقراطية أن 3 عناصر من قوات النظام السوري أصيبوا في غارة جوية استهدفت نقطة عسكرية في قرية كوران شرقي عين العرب كوباني من الحدود السورية التركية. أما قوات سوريا الديمقراطية قال المتحدث إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة بعد القصف التركي لمنطقة سيطرتها. تعهد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي مانويل ماكرون بمواصلة دعم أوكرانيا ومواجهة التحدي الذي تشكله الصين، كما اتفقا على منع إيران من حيازة السلاح النووي، مؤكدين في الوقت نفسه على متانة التحالف بين بلديهما رغم بعض الاختلافات. وفي مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب محادثاته مع ماكرون الذي يقوم بزيارة دولة لواشنطن، تعهد بايدن بمواصلة الدعم القوي للشعب الأوكراني، مؤكدا أنهم عازمون على مواجهة ومحاسبة روسيا على كل أعمالها. وعلى صعيد العلاقات الثنائية قال بايدن إن الولايات المتحدة لديها أجندات مشتركة مع فرنسا، مشيرا إلى وجود بعض الاختلافات البسيطة معها. ووصف الرئيس الأمريكي فرنسا بأنها واحدة من أقوى حلفاء الولايات المتحدة، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات معها. لقي شخصان حتفهما وتشرد أكثر من 4000 آخرين جراء أمطار غزيرة تهطل في مناطق عدة بالبرازيل منذ أيام حسب ما قالت السلطات. في ولاية سانتا كاتارينا جنوب تسببت الأمطار بفيضانات أودت بشخصين، أحدهما تعرض للصعق بالكهرباء والآخر دفن بانهيار أرضي بحسب الدفاع المدني المحلي، ولا يزال رجل إطفاء مفقودا. وأظهرت صور نشرتها السلطات مناطق كاملة في مدينة ساو جواو باتيستا وقد غمرتها الفيضانات. وحتى الآن أفادت سلطات سانتا كاتارينا بوجود أكثر من 1000 نازح، بينما في ولاية باهيا أجبر أكثر من 4000 شخص على مغادرة منازلهم. وتشهد مناطق عدة في البرازيل أمطار غزيرة منذ أيام. أختم نشرة أخبار المساء هذه بتذكير بالعناوين. وفاة راعي الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية نيافة الأنبا كيرلس الأول. الرئيس أفورقي يبعث رسالة إلى الرئيس الكيني. تدشين مبنى الولادة ورعاية الأطفال في مستشفى كرن. قصف تركي مكثف لمواقع بالشمال السوري، وقوات سوريا الديمقراطية تطالب بالتدخل. أمريكا وحلفائها يفرضون عقوبات على مسؤولين وكيانات في كوريا الشمالية. بايدن وماكرون يتحدثان عن حرب أوكرانيا والصين ونووي إيران. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.